ده أول فلوج من 9 أيام حوالين المغرب زي ما طلبت. مصريين إخواننا هنسافر مع بعض مدينة مدينة ونعيش كل لحظة كأنكم معايا. أم الدنيا. بس ثانية كده، ازاي خدت فيزة المغرب؟ مش صعبة دي يا معلم، كل الناس فاكرة كده، بس اللي محدش بيقوله ان لو ورقك مظبوط التأشيرة السياحية بتطلع بسهولة. الورق الأساسي اللي لازم يكون معاك حجز فندق وطيران مبدئي، كشف حساب بنكي وبرنت أمانات اجتماعية واتش ار ليتر أو سجل تجاري. وانا قدمت من السفاره في الزمالك، التقديم بيكون يوم الاحد بس وتستلم الباسبور يوم الاربعاء، والموضوع بسيط جدا ما فيهوش حاجه. ايه الجمدان ده بجد؟ إلى مطار كازابلانكا. بدايتنا بقى كانت من مطار برج العرب، دي اول مره اركب من هناك وطلع مبهر. تيرمينال 2 اللي ركبت منه كان جديد وهادي ومنظم وخلصت كل حاجه بسرعه. مطار برج العرب من اول مره اجي، وايه الجمدان ده بجد؟ وبعد 5 ساعات مع اير كايرو وصلنا مطار كازابلانكا. كان الوقت متاخر جدا، بس اول صدمه خدتها انا مفيش شطه في الحمام، ففريش باظ لازم بقى تعمل ايه عمايل. احنا رسميا في ازمه حضاريه هنا. غيرنا شويه عمله من المطار، بس نصيحه غير رقم بسيط وما تجيبش الخط من هناك، اسعاره اغلى من بره بكتير. نمنا اول ليله في فندق اسمه ريلاكس عشان نصحى تاني يوم نبدا الرود تريب مع ترافل باديز بالعربي. ووجهتنا الجايه فاس، المدينه القديمه، واحلى حاجه بيتنا هناك كان في رياض ام كلثوم. استنوني في الفلوج الجاي عشان اللي حصل هناك مش طبيعي. حد عنده فوبيا من الاماكن الضيقه ولا هي ايه؟ اللي قدامي دي. كلب، بس يا كلب.